نهاية الشوط الأول والأهلي بيتقدم على الزمالك بهدف دون مقابل، هدف بمساعدة الحكم التركي خليل أموتو. قلتلكم من الصبح حكم عليه علامات استفهام كتير. ضربة جزاء واضحة لشيكوبانزا في الدقيقة 25 والحكم مش هنا. الغريب إن كمان الإخراج ما بيعدش الكورة أبدا. بعدها بدقيقتين زيزو بيوقع الحكم والكرة راحة للاعب الزمالك، يعني الحكم ما لمس الكرة ولا كان في اي حاجة، ولاعب الزمالك رايح ينفرد بالجون. الحكم بيرجع الكرة في مشهد غريب، وكمان بيحتسب لمسة يد على محمد شحاتة اللي واقع في الارض على خط ال 18. الصبح قلت لكم 100 علامة استفهام على الحكم التركي خليل أموتو. بعيدا عن اداء الزمالك المتواضع جدا وان مفيش روح في المباراة دي، بس الحكم مش هيخلي الزمالك يفوز بالمباراة.